السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة منوعات بيبة. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بينا بقى نشوف يا حبايب قلبي هنعمل ايه كده على الفطار النهارده. معايا بقى كده يا حبايب قلبي فراخ. الفراخ دي انا هتبلها وهشويها على الفحم. عملت في الفراخ كده فتحات بالشكل ده، عشان طبعا لما نعمل لها التتبيله بتاعتها تتشربها كويس، وتبقى معانا طعمها كده حلو وشاربه من التتبيله اللي احنا هنعملها. البهارات بقى اللي هنستخدمها معانا ملح ورشه قرفه، ومعانا بهارات شوي وبابريكا وكمون وكزبره ورشه فلفل اسود كده، والسبع بهارات. يلا بقى كده يا حبايب قلبي، ومعانا كمان علبه زبادي، ومعايا بصلة كده وطماطماية وليمونة وفصين من الثوم. معايا بقى حوالي كده كوباية مية. هبدأ بقى كده أضيف الطماطم والبصل والثوم. هنضيف كمان البهارات اللي معانا كده يا حبايب قلبي. هنضيف كمان علبة الزبادي. الزبادي طبعا بيخلي الفراخ معانا طرية كده، بجد بيخليها طرية طراوة مش طبيعية، وفي نفس الوقت برضو بيديلها قيمة غذائية. هنضيف كمان حوالي معلقتين كده من الزيت. وهنضيف كمان خل. هنضيف بقى على التتبيلة بتاعتنا دي كده يا حبايب قلبي ليمونة كاملة. هنضرب بقى المكونات دي مع بعضها كده كويس، وهنبدأ بقى كده نضيف التتبيلة بتاعتنا على الفراخ. التتبيلة دي يا حبايب قلبي اللي جربها يقول لي رأيه فيها ايه. هي بجد بتخلي طعم الفراخ جميلة جدا. وطبعا لو حابين نضيف على التتبيلة دي زعتر، ممكن نضيف زعتر عادي، لان برضو بيضيف لها طعم جميل جدا وبيخلي ريحتها برضو جميلة جدا. بس انا ما كانش متوفر عندي زعتر. هنغطي بقى الفراخ بتاعتنا كده بستريتش كده، وهنحطها في التلاجة لحد قبل الفطار كده بساعة ساعة ونص. نبدأ بقى نطلعها ونشويها. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده يا حبايب قلبي. معايا كده فراخ ولحمة، لحمة مفرومة وفراخ، قطع فراخ صغنونة كده لسه هفرمها. هنبدأ أول حاجة كده نضيف الفراخ بتاعتنا في الكبة عشان نفرمها فرم ناعم. البهارات اللي هنستخدمها هي يا حبايب قلبي ملح وبقسماط وفلفل اسود والسبع بهارات وبابريكا ورشة من البيكنج باودر وكمون وبهارات شوي ورشة قرفة. ومعانا بيضة وشبت وكزبرة وفلفل وتوم وبصل. كمية البصل والفلفل دي انا هقسمها على اللحمة وعلى الفراخ، وبرضو الشبت والكزبرة هقسمها على اللحمة والفراخ. اول حاجة كده هنبدأ نفرم صدور الفراخ دي لفرم ناعم. بعد بقى ما اتفرمت فرم ناعم كده، نضيف لها البصل والثوم والفلفل ونفرمهم برضو كده فرم ناعم. هنبدأ بقى نضيف برضو البهارات يا حبايب قلبي كده بعد ما اتفرموا فرم ناعم، وهنضيف البيضة والشبت والكزبرة. هنفرم برضو المكونات كده فرم كويس مع بعضها لحد ما كله يتجانس مع بعضه.
لقيتها كده يا حبايب قلبي محتاجة لسه معلقة من البقسماط كده ومعلقة صغيرة من الزيت، ضفتلها وهفرمها تاني فرم كويس. خلاص كده بقى خلصت، هحطها بقى في علبة كده واغطيها واسيبها برضو في التلاجة ونعمل كفتة اللحم. هنضيف بقى البصل والفلفل والثوم ونفرمهم فرم ناعم. بعد بقى ما فرمناهم فرم ناعم كده هنبدأ نضيف اللحمة بتاعتنا. وهنضيف كمان البيضة والبهارات. البهارات هي برضو بقسماط ورشة بيكنج باودر ورشة قرفة والسبع بهارات وبهارات شوي وبابريكا وملح ومعلقة من الخلطة بتاعت كفتة اللحمة ورشة من الفلفل الاسود. وهنضيف برضو الشبت والكزبرة كده، ممكن نحط كزبرة بس عادي يا حبايب قلبي. وهنبدأ بقى نفرم المكونات دي كلها كويس مع بعض كده لحد ما كله يختلط مع بعض. خلاص كده بقى كانت اتفرمت كويس معانا، وبرضو حطيتها في علبة كده وهغطيها وهحطها بقى في التلاجة يا حبايب قلبي، ونشوف هنعمل برضو ايه بعد كده. نحطها بقى في التلاجة. هنعمل بقى كده الطحينة. معايا كده علبة من الطحينة وكوباية الا ربع من المية وعلبتين من الزبادي، ومعايا خل وكمون وفلفل اسود وملح وفص كبير من الثوم وليمونة. هنبدأ كده نضيف الطحينة بتاعتنا كده بالشكل ده. بجد انا بعمل الطحينة كده بالطريقة دي على طول وبيكون طعمها جميل جدا، جربوها وقولولي رأيكم فيها ايه. بعد بقى ما ضفنا الطحينة كده يا حبايب قلبي هنبدأ نضيف الزبادي. هنقلب بقى الطحينة مع الزبادي كده كويس. هنبدأ بقى نضيف كده الكوباية الا ربع من المية، وهنضيف كمان الخل والملح والفلفل الاسود والكمون والليمون كمان. وهنضيف فص الثوم كده مفروم فرم ناعم.
وهنقلب بقى كل المكونات دي تقليبة كويسة كده، ونخلي بالنا ان الطحينة برضو بتتقل بعدين شوية، يعني نزود المية شوية هتلاقوها بعدين تقلت معاكم. قولولي بقى كده يا حبايب قلبي، هتعملوا ايه على الفطار النهاردة، او عملتوا ايه على الفطار، ونشارك بعض كده في الكومنتات. وبألف هنا على قلوبكم يا رب. هنا بقى كده يا حبايب قلبي كان خلاص، كنت قلبتها بقى تقليبة كويسة كده، وهغطيها برضو واحطها بقى في التلاجة. هنا بقى يا حبايب قلبي كنت عملت كده عصير برتقان طبيعي كده، وهحطه بقى في التلاجة، كنت جهزته كده بالشكل ده، وهحطه بقى في التلاجة، ويلا نشوف هنعمل ايه بقى بعد كده. هنا بقى يا حبايب قلبي طلعت كفتة اللحمة، عشان ابدأ بقى ان انا كده اصبعها كده واجهزها، عشان اجهز كله ونبدأ بقى نشوي. وانا بحب بقى اجواء الشوي دي جدا يا حبايب قلبي. معايا كده بولة فيها حوالي، يعني فيها معلقة زيت، ببدأ كده ان انا اخد منها كده، وابدأ ان انا اصبع الكفتة كده بالشكل ده. وطبعا يا حبايب قلبي كفتة اللحمة بيكون ليها اكتر من طريقة. قولولي بقى بتعملوا الكفتة بالطريقة انهي، ونشارك بعض كده يا حبايب قلبي برضو في الكومنتات. هنا بقى يا حبايب قلبي كده كنت خلصت الكمية بالشكل ده كده. يلا بقى نبدأ نجيب كفتة الفراخ عشان هي كمان نجهزها. جبنا كده كفتة الفراخ برضو، ومعايا برضو معلقة زيت كده في بولة صغيرة. جبت بقى كده سيوخ ودهنتها زيت عشان اصب عليها الكفتة كده بالشكل ده يا حبايب قلبي. شايفين بقى الكور اللي انا عملتها كفتة دي، هرجع ان انا افكها تاني لان منفعش ان انا اشويها على الفحم كده. وجبت بقى الفراخ كده يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين بقى كفتة الفراخ بتتشوي اهي. كنت خلاص بقى خلصت كفتة الفراخ، وهنا بقى ببدأ ان انا ارص الفراخ عشان اشويها بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. بجد يا حبايب قلبي اجواء الشوي دي بتكون جميلة جدا. ناقص بقى تكونوا انتوا موجودين وتشموا بقى الروايح اللي احنا كنا شمينها، بجد كان التتبيلة كانت ريحتها جميلة جدا وكانت قلب البيت.
دي بقى كفتة الفراخ اهي يا حبايب قلبي. هنا بقى كنت قلبت برضو الفراخ كده، بقلبها بقى كل شوية على كل ناحية شوية. دي كفتة الفراخ اهي يا حبايب قلبي. هنا بقى كانت قربت خلاص تستوي وتاخد اللون الجميل. وهنا كنت برضو بكمل شوي كفتة الفراخ. هكمل بقى شوي كفتة اللحمة، وهقدم بقى الاكل والشكل النهائي معاكم في الاخر يا حبايب قلبي. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما ينساش يضغط اللايك ويقول لي رأيه في الكومنتات، لان كلامكم بيسعدني جدا. ولو انت لسه جديدة في القناة وما اشتركتيش، اشتركي واضغطي على علامة زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنا بقى كنت جهزت الاكل كده يا حبايب قلبي، لان كان خلاص ما عادش وقت خلاص، والاذان كان هيأذن، كان القرآن بيقول. جهزت بقى كده العصير وعملت الخيار والطماطم، وقدمت شيبسي وقدمت الطحينة. وشايفين بقى شكل الفراخ يا حبايب قلبي، شكلها جميل جدا وطعمها بجد كان اجمل. ودي كده كفتة الفراخ، ودي كمان كفتة اللحمة. جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتعتمدوها وهتعجبكم يا حبايب قلبي. وحطيت كده العيش والمخلل. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي تضغطوا لايك.